تعرف يعني الآثار الغارقة اللي لقوها في بحر اسكندرية؟ في مجموعة منها موجودة في متحف اسكندرية القومي، ومجموعة تانية موجودة هنا في المسرح الروماني في كوم الدكة. وده هنا صورة للإله بتاعه أو للمعبود بتاعه، واللي وحدوا اليونانيين مع الإله بتاعهم اللي هو اسمه هيفيستوس. وكان عند المصريين القديم كان يعني من الناس اللي بتحافظ على استقلالية الملك أو وجود الملك على الحكم. ودي هنا لوحة مكتوب عليها بالهيروغليفي اسم الملك سيتي الأول، اللي هو سيتي الأول ده كان أبو رمسيس الثاني على فكرة. ودي كتلة لقيناها برضو في البحر لشخص متجه ناحية اليسار، ما نعرفش هو كان رايح فين. دي مسلة للملك سيتي الأول عليها اسمه. التمثال اللي ورايا ده بقى من أجمل القطع الأثرية اللي تم استخراجها من البحر، وهو تمثال لأبو الهول للملك بسمتك الثاني، وده كان في قصر الأسرة 26. المفروض في صدر أبو الهول هنا لو ركزنا هنلاقي خرطوشة عليها اسم الملك. كان اسم الملك بيتحط جوه خرطوشة شبه دي، والعلامة اللي فوق دي اسمها النفر. تمام، فهو الملك كان اسمه نفر إبرع. وعمود على شكل نابوت البردي برضو لقيناه في البحر. وده تمثال تاني للملك رمسيس الثاني. برضو لو بصينا هنا هنلاقي الخراطيش الملكية باسم الملك. بما اننا بنقول رمسيس الثاني يعني، فعلى فكره لغايه النهارده محدش يعرف مين هو الملك اللي عاصر سيدنا موسى. يعني رمسيس الثاني مش هو الملك اللي عاصر سيدنا موسى، وما نعرفش هو مين لغايه النهارده. تمام. ودي هنا لوحه مكتوب عليها بالهيروغليفي اسم الملك سيتي الاول، اللي هو سيتي الاول ده كان ابو رمسيس الثاني على فكره. ده هنا تمثال لابو الهول بس مش معروف باسم مين، لان الاسم طبعا يعني منحوت للاسف. دي بقى راس تمثال، يعني راس كبيرة جدا، راس تقريبا واخدة نص جسمي يعني. ودنه لوحدها قد راسي. رمسيس الثاني كان تقريبا موزع الاثار بتاعته في الدلتا كلها، في مصر كلها كان في اثار لرمسيس الثاني. حتى في بحر اسكندريه لقينا كتل وتماثيل عليها خراطيش لرمسيس الثاني. واللي ورايا ده نقش للملك وح إبرع، ده كان في الاسره ال 26. الاسره 26 دي يعني تقريبا 50 سنه او 57 سنه قبل الميلاد، فتخيل معايا الحجر ده بقاله قد ايه. متنساش اللايك والشير والفولو.